اهلا بيك يا سيدي في حلقه جديده مع تعلم مع العسال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الحلقه دي هنشوف حاجه قويه جدا، وازاي ان انت يكون عندك الكاستم جي بي تي بتاعك. يعني عندك جي بي تي او تشات جي بي تي، بس بيشتغل لك انت حاجتك انت بس، وبيشتغل لك الموضوع من غير ما تقعد تهري معاه كتير. هو خلاص بيبقى عارف انت هتعمل ايه وعايز ايه اللي انت عايزه، وهو بناء على الكلام واخد منك تعليمات وبينفذها كل مره انت بتخش تتكلم معاه. ومش محتاج كل مره تشرح له القصه والموضوع، لا، لو انت عندك اي عمليات دوريه او اي حاجات بتعملها باستمرار، هو هيعرف يعملها لك على طول من غير ما تتكلم معاه ولا كلمه، انك خلاص فهمته. فيلا بينا نشوف القصه دي هتبقى عامله ازاي، لان الموضوع ده كده تقدر تقول دي كده ستيب 1 او الدرجه الاولى ناحيه ان انت تعمل ما يسمى بعملاء الذكاء الاصطناعي، او عندك اي اي ايجنتس. فدي كده هتقدر تقول الخطوه الاولى، حاجه الصغيره اللي هي بتساعدك ان انت تقدر تخلي شغلك اسرع بكتير جدا، وتخلي تشات جي بي تي يقدر يساعدك ويتعامل معاك بشكل احسن واقوى واسرع بكتير جدا. فيلا بينا دلوقتي نخش نشوف على طول في الموضوع ازاي هنعمل الكاستم تشات جي بي تي بتاعنا. يلا بينا يا سيدي نشوف ازاي عاملين هذا الكاستم جي بي تي. جي بي تي بتاعك وبيعمل لك اللي انت عايزه بالظبط، ومش بتحتاج تتكلم معاه كتير وتقول له حاجات كتير، انت بس بتديله المعلومه مره واحده ويشتغل. طب ازاي الكلام ده؟ تعال بص كده يا سيدي، انا دلوقتي عامل حاجه اسمها فاينانس جي بي تي تيست كده. انا عامل الجي بي تي وانا اللي قايل له يعمل ايه ومحدد له مهامه ووظيفته وكل الكلام من على تشات جي بي تي نفسها، يعني من على تشات جي بي تي، او من على، يعني لو انت دخلت على تشات جي بي تي دوت كوم، فانت بتقدر ان انت ساعتها تعمل الكلام ده. اوريك ازاي تعمله يعني، بس تعالى نتست كده ونجرب الموضوع الاول ونشوف هيقول لنا ايه. انا حاطط كده هنا يعني زي تقدر تقول حاجه كده زي سؤال انت ممكن تساله له في بادئ ان ذي بدء، وهو انا بقول له ايه، انالايز فاينانشال داتا، يعني حلل البيانات الماليه. فلما هقول له، لما هدوس على الزرار هيقول لي ايه، والنبي ارفع لي البيانات بتاعتك للشركه اللي اسمها اريستا. الله، طب هو عارف الشركه منين؟ دي الشركه اللي انا قايل له ان احنا مديله معلومات عن الشركه دي، وقايل له ان احنا ايه عايزين نحلل لها البيانات الماليه بتاعتنا. فهو اول حاجه بيطلب مني ايه، ان انا ارفع له فايل او ملف فيه بيانات دي عشان يعمل الديتيلد اناليسيس. طيب تعال نروح يا سيدي نجيب البيانات. ادي البيانات اهي، عباره عن، تعال نبص على البيانات دي بشكل سريع كده. البيانات دي عباره عن بيانات ماليه، لبيانات نقدر نقول خاصه بالبيع، عباره عن مبيعات، يعني بيانات مبيعات، الريفينيو، السيرفيس، انواع يعني انواع الايرادات بتاعتك من مختلف الطرق. وده اجمالي الايرادات بتاعتك. وبعد كده هنا اجمالي تكلفه البضاعه المباعه، اجمالي تكلفه التشغيل، تكلفه البيع، مش عارف ايه، كلها تكاليف لحد ما يديلك ايه النت انكم. والكلام بالشهر على مدار سنتين. يعني دي مبيعات او الكلام ده بالشهر على مدار سنتين. طبعا الفايل ده بيبقى فايل سي اس في، يعني فايل سي اس في فايل. فانا هديله، اروح على حاجه شات جي بي تي اقول له اتفضل يا باشا، ادي البيانات اللي انت طلبتها. وهدوس بس، مش هقول له حاجه، انا بس هعمل ايه، هدوس كده. فهو اخد البيانات وهيبدا بقى ايه يشتغل شغل، وهيبدا بقى يحلل. الراجل هيخش بقى يعمل تحليلات. نستنى ما يحلل. فقال لك والله بص، الداتا فايل بيحتوي على كذا. راح بص قال لك بقى ايه، قاعد يقول لك على محتويات الكلام. فقال لك والله احنا هنعمل خطة ان احنا نحلل هذه البيانات، وراح مدي لك هنحلل كذا وكذا وكذا وكذا. واول حاجة هنبدأ بيها ان هو يبدأ يجهز البيانات. تمام. فراح هو كده ده اول حاجة جاهز. راح بص، اول حاجة طلعها لك قال لك انا ايه هعمل، هجمع البيانات دي بالسنة واعمل الحسابات بتاعتي. تعالى بقى ايه نفتح الكلام ده كده بشكل كبير. فهنا هتلاقيه بيقول لك هنا اخد سنه اهو، كل سنه ودي اجمالي الايرادات بتاعتها. هو راح نقل على اللي بعده. طيب لما نخليه الراجل يخلص براحته، يعني بص هو شغال، هو مكمل، فاهم؟ فانا هنا، هو هنا في الحته دي يعني هو عنده بيانات اللي دي كل سنه، اجمالي الايرادات، اجمالي المصروفات. وبعد كده هنا راح صافي الربح لكل سنه. وبعد كده هنا بيقول لك ايه، هنا الير اوفر يير فاريانس، هنا بقى اللي هو ايه الفروق من كل سنه. واضح ان السنه اللي هي 23، طبعا احنا عندنا سنتين 2022 و23. 23 متراجعه في الايرادات بنسبه 17.79%. المصروفات متراجعه بنسبه 4.35%. وفرق النت انكم، فرق الربحيه، متراجع بنسبه 213%. لما تيجي تبص اصلا هنا ان دي كانت عامله اساسا خساره، يعني الشركه دي كانت ايه، هنا كانت عامله خساره، يعني في السنه 23 كنا عاملين خساره. وبعد كده راح قال لك بقى الانيوال فاينانشال سامري از ناو افيلبل فور ريفيو. هنا بقى راح يدي لك بقى، يعني هو كده عمل ريفيو، فهيحلل بقى الايرادات والمصروفات والنت انكم ويعمل يير اوفر يير فاريانس. ده كده خلصه. هيبدا دلوقتي بقى ايه يقول لك بريك داون بالتشينجز اللي حصلت. المفروض ان هو كده خلص. بص، هو طلع كل الكلام من غير ما اقول له ايه اي حاجه. هو الراجل اشتغل لوحده
كل مره هتديله بيانات لسنتين جديده هيقعد يشتغل لوحده ويطلع لك الكلام ده كله. فتعال نفتح كده الاكسباند التيبل، وهنا كده هو احنا في الجدول الخاص بالsignificant changes، التغيرات يعني اللي هو يعني المهمة في الإيرادات وفي المصروفات. فراح هنا هو اللي احنا فاتحين الجدول ده دلوقتي. التيبل دوت بيقول لك التغيرات اللي حصلت بشكل شهري على الإيرادات، فجاي لك كل شهر وادي إجمالي إيراداته، إجمالي مصروفاته، صافي الدخل، وهنا التغير اللي حصل على الايرادات بالنسبه، نسبة التغير اللي حصلت للمصروفات. وفضل بقى ماشي كده. طبعا هو شهر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12، فاهم؟ ده كده 12 شهر في 23. والتغير اللي حصل من السنة اللي قبلها اللي هي 22، فهو واخد 23 وبيقارنها بمين؟ بالسنة اللي بعدها. طبعا هنا significant changes، لاحظ هو احنا كده عندنا كام؟ ال 12 شهر بتوعنا اهو بتاعت 2023. لما تيجي تبص بقى على اللي بعده، هنا راح عمل revenue breakdown by year، راح عمل حاجه كمل بقى وراح مطلع راح بيقول لك it highlights يعني variations greater than 10%. واللي فوق دوت كان بيطلع اللي هو اللي قبله اللي هو ده، كان بيجيب لك كل الفروقات في الشهور في الفاريانسز اللي اكتر من 10%. واضح ان هو كل يعني ال 12 شهر كان في فروقات اكتر من 10%، فحطهم يعني. وهنا راح عمل revenue breakdown، راح جاب لك كده كل برودكت ده كده في 2022 مبيعاتنا من المنتجات ومبيعاتنا من الخدمات والايرادات الاخرى، وراح مشي جاب لك مقارنه ما بين 22 و 23. وبعدين راح عمل بريك داون للمصروفات، وراح جاب لك كل السنه 22 23 مصروفات الكوجز قد ايه، الاوبريتنج اكسبنسز، السيلينج، وهكذا. هتلاحظ بس هنا ان انت بص الارقام هنا مش مكتوبه بكوما ستايل. لما تيجي تبص هنا هتلاقي الارقام هنا كانت بكوما ستايل، وده عشان احنا نسينا نقول له كده، بس يعني ادينا ماشيين يعني. وبعد كده هنا راح دخل في البروفيتابيلتي، حسب لك الربحيه ومسك لك الكلام ده كله، وحسب نسبه الجروس مارجن، اوبريتنج بروفيت مارجن، ونت بروفيت مارجن. وهنا بقى راح بدا يديك بقى اوبزرفيشنز بقى، حصل تراجع في وحصل مش عارف فين، وايه الدنيا راحت فين وجت منين. وراح دخل بقى هنا على عمل لاين تشارت لحركه التوتال ريفينيو قصاد التوتال اكسبنسز. فالاصفر دوت هو التوتال ريفينيو هو ماشي ازاي، واجمالي المصروفات وهي ماشيه برضو ازاي من 2022، من 1 22 لحد 1 24 اللي هو يعني 12 23 يعني. وراح هنا طلع لك بقى افريج مانثلي ترند، هنا متوسط على الشهر اكروس السنتين، متوسط الايرادات وقصاد متوسط المصروفات. وراح مدي لك اوبزرفيشنز بتاعته برضو، هو شايف ايه اللي بيحصل او شايف القصه او ايه الحاجات اللي شايف فيها مشكله. قال لك والله في شهور زي ابريل ومايو كان في نسبة مصروفات عالية قصاد الإيرادات. وعندك بقى واضح إن هو الإيرادات هنا بتمثل إن هي سايكليكال بيكس، يعني واضح إن هو في سيزوناليتي، ده بوسيبل سيزوناليتي في يعني حاجة شكل موسمي في الإيرادات. وبعد كده راح مديلك بقى هنا ريكومنديشنز بقى، يعني توصيات بقى، اعمل كذا وما تعملش كذا واشتغل بكذا ومش عارف كل الكلام ده. راح بقى كده في الاخر بيقول لك انت بقى عايز تكومبايل اكزيكتيف ريبورت، عايز تطلع الكلام دوت في تقرير تنفيذي وبيلخص كل الكلام دوت. فانا هقول له يس، اعمل كده. ففوت بقى ان هو هيروح مطلع الكلام ده كله يا سيدي الجميل في هيئة تقرير يمكن ان نتعامل ونستخدمه. طب لاحظ ان هو عمل كل الكلام دوت من غير ما انا ما كتبتلوش حاجة. طيب ليه؟ لان احنا دوت عاملين اللي هو ما يسمى بالكاستم جي بي تي. يعني انت عملت جي بي تي بتاعك انت، اكنك خدت نسخة من تشات جي بي تي، والنسخة دي يا سيدي انت بدأت ان انت تشتغل عليها وتعمل لها وتظبطها وتديها تعليمات وتديها حاجات عشان تبقى بتعمل اهدافك انت بس. واضح ان هو مش لسه لحد دلوقتي ما خلصش، ده ممكن يكون بسبب لا هو بدأ يشتغل اهو، كان بيحلل كل الكلام ده. راح طلعه ريبورت اهو، المفروض ان انا هداونلود الريبورت دوت. ما اعرفش هو مطلع، انا كنت قايله ان هو غالبا يطلعه في بي دي اف، فنشوف هيطلعه بي دي اف ولا لا. هنعمل له داونلود ونقول ربنا يستر ونشوف النتيجه هتطلع عامله ازاي. اوبا، بص بقى طلع لك تقرير وبيتكلم. طبعا التقرير دوت يعني نقدر تقول احنا ممكن نخليه يطلع تقرير احسن من كده بكتير، يعني ده مجرد تقرير كده. تعالى نوصل للشكل الرئيسي. التقرير دوت تقرير بسيط في اكزيكتيف سامري، طبعا احنا ما قلنالوش يعمل اي نوع من انواع الفورماتنج فيها، وده هنبص عليه. طيب تعال نشوف هو الكلام دوت حصل ازاي خلينا تشات جي بي تي يعمل هذا الكلام. اول حاجه يا سيدي اللي انت بتيجي هنا هتلاقي في عندك حاجه هنا اسمها اسمها اكسبلور جي بي تيز. فانت هتدوس على اكسبلور جي بي تيز، هتلاقي هنا كده مديلك كل دي كاستم جي بي تيز ناس عاملاها بتعمل عمليات معينه بقى في الانتاجيه وفي الريسيرش وفي الاديوكيشن. ليه؟ لا بص في حاجات كتيره جدا. فاللي انت هتعمله انت تقول له تقول له كرييت. لما تيجي تقول له كرييت هتلاقي هنا بيبقى في الحته دي كده عندك هنا في حاجه اسمها الكونفيجريشن.
ان هي انت بتعرف الجي بي تي بتاعك ده ايه، بتدي له صوره، ممكن تجيب الصوره دي من دالي او تابلود الصوره بتاعتك اللي انت عايزها، وتقدر تدي له اسم وتدي له وصف، فاهم، شورت ديسكريبشن. وهنا تدي له انستراكشنز بقى، هنا بقى بتكتب البرومبت بتاعك التفصيلي اللي انت بتقول له بالظبط يا استاذ الجي بي تي احنا عايزينك تعمل ايه، كل التفاصيل اللي انت عايز تعملها وكل الحاجات اللي هو عايز يأديها انت تكتبها له هنا في هيئه برومبت. طبعا ليه لازم طبعا تبقى عارف ازاي بتكتب برومبتنج صح، وتكتب له كل اللي انت نفسك فيه علشان خاطر يعرف يطلعه لك. بعد كده يا سيدي بتخش هنا لحته كونفرزيشن ستارترز دي اللي انا اللي هو لما انت بتفتح كده تشات جي بي تي بتلاقي يقول لك ايه انالايز فاينانشال ديتا، فلما دوست عليها راح هو بدأ. وبعد هنا تحت هنا كده شويه تلاقي في حاجه هنا اسمها ايه، اسمها نوليدج فايلز، ودي انت بتقدر ترفع له ملفات. الملفات دي هو يشتغل منها، يعني ملفات فيها معلومات عن حاجه معينه، عن الشركه بتاعتك، عن قصه، عن موضوع، عن اي حاجه من هذه الحاجات. تقدر ان انت ايه تقدر تحطها، يعني ترفع المعلومات دي وتقول له لما يجي مثلا يستخدم حاجه او يرد على حاجه يستخدم هذه المعلومات. طبعا عشان خاطر احنا نشتغل في ريبورت زي دوت او يطلع لنا ريبورت لازم تكون مفعل الكود انتربريتر والداتا اناليسيس، لان انت لو مش مفعل دوت هو مش هيعرف ياخدها. وبعد كده عندك في حاجه اخيره بس دي ادفانسد شويه، دي حاجه اسمها كرييت نيو اكشنز، او انت تقدر تخليه ياخد اكشنز. ودي لو انت عايز الجي بي تي بتاعك يعمل عمليات او يستخدم حاجات في الويب او بره، يعني بره الويب، يعني انت مش عايزه ان هو يستخدم او يروح مثلا يجيب لك معلومه معينه من في حته، او تروح في حته يجيب لك مش عارف ايه. ودي بتبقى مثلا على سبيل المثال انا جربتها، بس طبعا محتاجه ان انت يبقى عندك سيرفر وتكومينيكيت باي بي ايز، او لو انت هتوثنتيكيت، يعني حاجه ادفانسد شويه وما تبصش عليها دلوقتي انلس ان انت يعني ايه هتديك ديب قوي، هتخش ديب في الموضوع. وبعد كده هنا في اليمين بقى اي حاجه بتعملها بيبان لك هنا ايه البريفيو بتاعها. طيب تعال نروح نبص كده على الجي بي تي بتاعي، اللي هو ماي جي، هروح على ماي جي بي تيز فوق هنا. يعني انت ما اعرفش كنت شايفها ولا لا، بس هو كان، هنرجع ورا كده فوق هنا كده هتلاقي فيه اللي هي ايه، ماي جي بي تيز دي، هتدوس عليها فهتلاقي الجي بي تيات بتاعتي، فاهم، وهدوس مثلا على فاينانس جي بي تي دوت اللي انا كريته، وساعتها هو ايه ادي بيفتح لي الجي بي تي بتاعي اللي انا بخش عليه. فدوت كده يا سيدي الجي بي تي بتاعك انت تقدر تتعامل معاه، وتقدر ان انت تكريت جي بي تي زي ما انت عايز وتعيش حياتك براحتك خالص. طب تعال نبص يا سيدي معمول ازاي، هديك كده نظرة سريعة على اللي انا عامله. فهتلاقي هنا دوت اهو فاينانس جي بي تي، وانا هنا مديله مخليه يعمل حتة الانالايز الفاينانشال داتا. وادي البرومبت بتاعي، طبعا برومبت طويل عريض شوية كبير، يعني هتلاقي برومبت كبير شوية، يعني برومبت ضخم شويه كده، فاهم، كل طالب منه كل الحاجات دي ان هو يعملها. طبعا يعني انا اديت لك قبل كده محاضره عن البرومبتنج، بس ممكن ابقى اديك حاجه تانية عن البرومبتنج. وهنا الكونفرزيشن ستارتر بتاعتي اهو انالايز فاينانشال انكم داتا، واللي هي بتبان لك هنا دي في الحته دي، وبتقعد بقى تيسته هنا وتشتغل معاه. طبعا انت ممكن ان انت كمان تخليه تمرنه، يعني ممكن تخليه يعني يتمرن على الحاجات اللي انت عايزها، تحط له الصوره اللي انت عايزها. هو انا عملت صوره من دالي راح حاطط لي الصوره دي، معرفش ازاي يعني، بس تمام يعني. المهم انت كده بقت عندك القدره ان انت تقدر تخلي توظف تعمل مجموعه من الجي بي تيهات، يعني يبقى عندك كده فاهم ايه، يعني مجموعه من الجي بي تيز بتوعك اللي انت تقدر تخليهم يقوموا بعمليات معينه. يعني ممكن تخليه تعمل واحد للفاينانس، واحد اللي مش عارف ايه، واحد اللي مش عارف ايه. وساعتها خلاص زي ما انت شفت كده احنا ما قلنالوش حاجه، احنا بنبعت له بس البيانات هو يروح مطلع لنا مخرج وزي الفل. ودي كده تقدر تقول ستيب 1 في ان انت تعمل ما يسمى بعملاء الذكاء الاصطناعي، يبقى عندك اي اي ايجنتس. ده كده ايجنت مصغر بطريقه مصغره. طبعا في بقى ادفانسد او طرق تانية ادفانسد انك تعمل ايجنتس بتاعتك، وفيها بيبقى جزء شويه بروجرامنج، وفي حاجات من غير بروجرامنج محتاجه شويه لوجيك ديزاين. يعني كل الكلام ده ممكن في المستقبل مع بعض نستكشفه. فاتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتك، وانا هحط لك كده يعني معرفش يعني اجربه ممكن يشتغل معاك ولا لا، بس هحط لك لينك للجي بي تي دوت تخش تجرب تجرب معاه. بس لازم البيانات بتاعتك تكون موجوده بالشكل او مديها له بالشكل اللي انا عامله، اللي هو الشكل التابيلر، اللي هو تبقى كل حاجه بالشهور وقصادها الايرادات والحاجات دي كده بهذه الكيفيه عشان يشتغل عليها بشكل صحيح. وبرضه جرب ابعت له بيانات مثلا تانية بشكل مختلف وشوف الدنيا هتقول لك ايه. لو عجبك والدنيا ظبطت معاك فاهم يبقى برضه رد عليا نشوف، يعني لو اديت له بيانات مختلفه ايه اللي هيحصل. فاتمنى الحلقه النهارده ان شاء الله تكون عجبتك، ما تنساش طبعا تعملنا لايك وسبسكرايب، ولو عايز تدعم القناه هتلاقي في دعم كتير تحت. واشوفك على خير دايما ان شاء الله في حلقه جديده دايما من كل اسبوع.